إلى الدوري الوطني الاحترافي، حيث جرت اليوم مباراة افتتاح الجولة 18 بالملعب البلدي لبركان. تمكن خلال فريق النهضة المحلية من الفوز بهدف نظيف أمام النادي القنيطري. ملخص المواجهة رفقة عادل المسعودي. في مواجهة اعتبرت قمة من قمم الجولة 18 بين النهضة البركانية وضيف النادي القنيطري، دخلها الفريقان بطموح مشترك لمواصلة مشوارهما ونتائجهما الجيدة في بطولة هذا الموسم. امتياز الميدان والجمهور حتم على النهضة البركانية عدم تضييع الفرصة والبحث عن الانتصار السابع له، مما يعني عدم تلقيه للهزيمة في 7 دورات متتالية. البداية كانت للمحليين بمحاولة لحمد العشير على مستوى الرواق الأيمن، لم يتعامل معها بشكل جيد بعد تسديدة مرت جانبا على مرمى الحارس علي القروني. خطورة النهضة البركانية ظهرت من خلال الكرات الثابتة، كما هو الشأن في محاولة المدافع محمد عمر كناطي الذي كان قريبا من افتتاح حصة التسجيل في مناسبتين، كان اختارها المحاولة التي نتابع والتي وجدت ردا موفقا من حارس الكاك. أمام هذا الضغط اعتمد القنيطريون على الهجمات المرتدة، كما هو الشأن في المحاولة التي قادها عادل المسكين وتوفيق جروتن. هذا الأخير حاول استغلال تقدم دفاع النهضة وخروج حارسه لتسجيل الهدف، لكن المتابعة كانت في الوقت المناسب من المدافع المهدي بلطام. إصرار الفريق المحلي من أجل التسجيل اتضح خلال محاولة العرب الناجي من خلال هذه الكرة المرتدة، لكن تسديدته كانت خارج الشباك. نفس اللاعب سيعود بعدها بدقيقتين وفي حدود دقيقة 27 ليستغل عرضية من خارج مساحة العمليات بتسديدة مباغتة استقرت في شباك الكاك. النهضة البركانية بعد ذلك ستتاح له محاولة سانحة للتسجيل في حدود الدقيقة 31، لكن المدافع عمر محمد كناطي لم يفلح في ترجمتها لهدف بعد تألق الحارس علي القروني. في الشوط الثاني كان من البديهي أن يغير النادي القنيطري من نهجه التكتيكي الذي تغير من الأدوار الدفاعية إلى أدوار هجومية. النادي القنيطري أتيحت له فرصة التعديل في الدقيقة 86 بمحاولة محمد بن سعيد، لكنها مرت جانبا. Moi je pense qu'on a largement mérité de gagner ce match. On l'a bien joué en général, on aurait pu être plus efficace parce qu'on a eu des occasions qu'on n'a pas réussi ou que le gardien a arrêté, mais c'était un bon match de foot et je pense que Berkane aujourd'hui a produit un bon football avec pas mal de mouvements, avec des joueurs qui ont envie de jouer. Kenitra nous a embêtés jusqu'au bout, on sait que c'est une équipe difficile à battre. On l'a battu 3 fois sur 4 cette saison, c'est pas donné à tout le monde. الشوط الاول كان في المتناول ديالنا، ضيعنا فرص اللي هي حقيقيه. لو سجلنا الهدف كان غادي يتغير المجرى ديال اللاعب، كنا غادي نبقاو منظمين بشكل جيد ونعتمدوا على المرتدات. لعبنا مع فريق قوي اللي اسمه نهضة بركان، ولكن المهم هو ان ما نستحقوش الهزيمه اليوم. مدينة قنيطرة خصها تكون فرحانة لأن اليوم 6 ديال اللاعبين من المدينة اللي لعبوا، هادو شباب تيخصهم شوية ديال الوقت، لازمنا نصبروا عليهم. لتنتهي المواجهة بانتصار صغير للبركانيين وبقيمته الكبيرة التي جعلت الفريق البرتقالي يتقدم في سلم الترتيب.